مرحبا. اهلا وسهلا. حكينا تجربتك مع مكتب العساف. مكتب العساف عم ياخذ مصاري من الناس على اساس مشان تامين لبرا، وانا واحد من الناس اخذ مني 5000 يورو امنتهم عنده على اساس اطلع برا وهم يستلمون المصاري هون. فهربوا ما شفناه، يعني الناس كلها مو بس انا مثلي ومثايل. هلا هو مكتب تأمين ولا هو بيتعامل مع المهربين اللي بيطالعوا الناس؟ هو يتعامل مع المهربين اللي بيطالعوا الناس. وهو كان عنده مكتب تحويل بالاول، ما في يعني. شايف هذا هيك اللي صار معنا. طيب يعني الواحد انت ما حسنت انه تحط المصاري مع طرف ثالث تأمين او كذا؟ الناس كلها عم تأمن عنده، فأنا مثلي مثل الناس. طيب هيك الواحد حط مصاري بالبحر يعني. راح شو بدنا نسوي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طيب قدمتوا شكوى لحدا للسلطات التركية؟ ناشدنا الحكومة التركية، يعني ناشدنا الحكومة التركية وبعثنا يعني حكي لهم واشتكينا وكذا، ولكن عم نستنى الرد ولحد الآن ما بين شيء. علي العساف هو مدير المكتب عم بيقول انه خلال 15 يوم قال راح يرجع المصاري. إن شاء الله بلكي يكون ابن حلال ويرجع هون، بلكي يرجع. عم بيقول هو عم يدعي انه كمان منصوب عليه هو في اوروبا يمكن ب 3 مليون يورو، عم بيقول او هيك شيء. هو منصوب عليه هو، يعني العالم هي شو ذنبها؟ اللي راح تدين واللي راح كذا واللي راح جاب اجى من هنيك واللي باع اللي عنده واللي ما عنده دفع. عرفت شلون؟ هذا اللي صاير يعني. يا عمي 5000 يورو كان الواحد هون زبط فيها وضعه احسن ما يروح يحطها بالبحر. والله راحت عليه. راحوا. شو بدنا نسوي وين لك؟ جبتون انت ال 5000؟ تدينت انا تدينت وعندي. طيب حسب خبرتك بهذا المكتب كم واحد من حالتك اللي صارت؟ والله انا بالنسبه لي يعني في جماعه من دير الزور، يعني شيء تقريبا شيء 40 واحد. شايف شلون؟ نحن من دير الزور وفي جماعه من دير الزور كمان شيء 40 واحد يعني او اكثر. عرفت؟ نفس العمليه. معناتها رقم كثير كبير. رقم كثير كبير، اي نعم. مني 5 من هذا 3 من هذا 4 من هيك يعني صاير. طيب السلطات التركية وعدوكم بشي يردوا لكم او هيك؟ على حد الان ما بين شيء، واحنا ناشدنا السلطات التركيه وان شاء الله يصير خير. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا جزيلا. سلام.